ضغط الدم، ضغط الدم زي يعني ما فيش مشكله في الضغط. الحاله دي بتجيك بالليل ولا بالنهار ولا؟ يعني ساعات ممكن كده وكده. ليل مره نهار يعني. مع حمى، في حميات كده، في سخانه في الجسم. ممكن. سخانه في الجسم. طبعا انا يعني ما كنت داير افاجئك بالكلام ده، لكن لازم الدكتور يكون صريح مع المريض بتاعه يعني. ايوه. انت تعالجتي قبل كده عند دكتور معين؟ مشيتي دكتور محدد؟ لا. يعني كنت تجي العياده هنا؟ لا. بسيط يعني، ما كنتش تعبانه جدا كده يعني، المره دي تعبانه شويه فحبيت اجي اطمن يعني. اسم المريضه مو؟ وفاء عبد الرازق. طبعا يا وفاء، حقيقة أنا الدكتور كنت عالج عندك هنا، أنا قريت الملف بتاعك وداني فكرة عن المرض بتاعك يعني. حقيقة يعني عرفت الباك جراوند، يعني الهيستوري تاريخ المرض يعني. قريت تاريخ المرض كده. هو مرض غريب يعني، بيجي من كل مليون شخص بيجي لفرد واحد يعني. كل مليون شخص بيجي فرد واحد. أنا بس دايرك تكوني هذا والراس عشان نقدر نتعامل بشكل جيد مع المرض. انت عندك مرض حامد. مين؟ مرض حامد. يعني ايه؟ عندنا في السودان بيقول له، انا من السودان يعني، بيقول الحميطرمط. عندك الحميطرمط بيقوم عليه. ايه الحميطرمط ده؟ طب خليك تكلمني بالمصري بلغتنا احنا عشان نفهم. مرض حامد يعني، حامد ده عنده قصه. الحميطرمط ده يعني زي النفاخ الفجائي. ايه الكلام الغريب اللي حضرتك بتقوله ده؟ طب انا عايز اتكلم مع دكتور يعني مصري افهم الكلام ده. طيب انا هفهمك بالراحه. اتفضل. على حسب الملف اللي عندنا هنا ده، انت اصلا علاجك الطب ما هيقدر يعالجك. يعني ايه حضرتك؟ يعني ايه الطب؟ يعني عندك مرض حامد يعني اشرح لك كيف. حامد ده عندك مرض حامد، عندك حميطرمط. ايه الكلام الغريب ده حضرتك؟ انا عايزه افهم يعني. مصر كلها مفيش غير حضرتك اللي تيجي تتكلم معايا تتكلم بالاسلوب ده؟ انا مش فاهمه الطريقه دي. احنا 17 سنه طب يا اخي. 17 سنه طب. انا 17 ايه اللغه دي اللي انت بتتكلم فيها دي؟ في جنوب افريقيا اشتغلت طب. انا مالي، انا اسفه، انا عايزه افهم حضرتك. عندك الحميطرمط. طيب انا اقول لك بالراحه، علاجك كالاتي: تمشي لفقيه شيخ. ايه الكلام ده؟ شيخ؟ تمشي لشيخ. هو في دكتور يقول لواحده يعني ده كلام علمي ده؟ انا اسفه اقول ان حضرتك دكتور حمار ما بتفهمش حاجه. انا حمار؟ طبعا حمار ما بتفهمش حاجه. يا دكتور هشام. ايوه ايه يا جماعه مالكم صوت؟ ايه ده كلام؟ يا استاذ البيت دكتور بيقول لي روحي شيخ. يا مدام بس اهدي يا مدام. انا اهدى ازاي بس؟ اللي انت عايزاه حاضر تحت امرك. ايه المشكله يا دكتور؟ عندنا فاونديشن اوف اوبليشن تسمى نوت فور كونسكرمنشن سبب. ايه الكلام ده؟ في ايه بالظبط؟ ايه لو سمحت كده؟ دي واحده بس. ايه اللي هوش في ايه؟ ده لمصلحتك. ايه المصلحه ده؟ انتوا بيعملوا كده ليه ده؟ بعمل زي كونسولتو دلوقتي. كونسولتو ايه؟ اتفضل فاونديشن اوف اوبليشن. انا قريت التقرير طبعا من الدكتور محمد هنا. عندها فاونديشن اوف اوبليشن. هي كويس انها في سيرت سلوك يعني سر المرض بتاعه يبدو منه كده. فانا قلت لها اصلا طبيا المساله دي لانه في الحاله دي صار يا بيه مش مفيش مشكله خالص. في ايه؟ ده كده تشخيص سليم، انا شايف كده تمام. حضرتك معاكي الدكتور ربيع، ده من اعظم دكاتره العالم، ده واخد استاذ دكتور من اسبانيا. دكتور حمار مش لا يا فندم، حاجه. لا انا ايه؟ انا اصلا بيقول لي حاجات غريبه. لا مش قاعده ايه؟ هو حضرتك بتقول لي ازاي يعني ايه؟ حضرتك هو في دكتور يقول واحده تروحي تعملي زهار ولا تروحي ايه ده؟ عندك فتره بتاع 3 يوم اعمل فيها زار، دوقي فيها زار. زار كمان؟ ده ايه ده؟ في كلام يا مدام يا خلوني اهدي بس. والله اللوليه تنفعي، والله اللوليه تنفعي. انا مش دكتور. مخي فين الدكتور اللي انا كنت بتعالج عنده دلوقتي؟ اعظم دكتور. لا ده دكتور حمار. يا اخي هو استاذ دكتور، هو استاذ دكتور. لا مش دكتور، ده دكتور حمار. لا ده مش دكتور. اهدي بس اهدي يا فندم، اهدي بس اهدي يا فندم.